السلام عليكم. معكم عبد الملك، قناة تعليم السياقة. نواصل اليوم الأسئلة نتاعنا. هنا السؤال 28: ما هي منفعة مثلث الانتباه؟ مثلث الانتباه واش ينفع؟ ينبه السائق بوجود سيارة في حالة عطل في الأمام ويرى على بعد 100 متر. ينبه السائق بوجود سيارة في حالة عطل في الأمام ويرى على بعد 100 متر. يوضع في طريق مستقيمة خلف السيارة على بعد 30 متر. كي تكون الطريق مستقيمة يجي مور السيارة على بعد 30 متر. يوضع في منعرج خلف السيارة بجهة اليسار على بعد 100 متر. السؤال 29: ما هي الصعوبات أثناء السياقة خارج المدينة؟ وجود الأمطار، الضباب، الجليد، الحصى، الطريق. وجود الأمطار والضباب والجليد والحصى في الطريق. خروج الحيوانات، المنعرجات الخطيرة، السرعة المفرطة. سؤال 30: متى يمنع عليك السياقة؟ عندما تكون شارب الخمر. تمنع السياقة عندما تكون شارب الخمر، عندما تكون متناول أقراص منومة، وعندما تكون في حالة إرهاق أو تعب، وعندما تكون الرؤية ضعيفة. متى تسحب منك رخصة السياقة؟ عندما تتجاوز نسبة شرب الخمر 0.1%. يقلعوا لك البيرمي عندما تتجاوز نسبة شرب الخمر 0.1%. الله يعفو علينا وعليكم إن شاء الله. إذا لم أحترم الإشارة، إذا لم أحترم الشرطي عندما أمشي في الطريق الأيسر بدون سبب. ما هي الأخطار السياقة في الليل؟ وش هما الأخطار اللي يجوك في السياقة في الليل؟ انعكاس الضوء في الليل أثناء المطر، نقص في تقدير المسافات، الخروج من منطقة مضيئة إلى منطقة مظلمة، خروج دراجات بدون أضواء، تغيير من ضوء الطريق فار إلى ضوء تقابل كود، الانبهار بضوء السيارة المقابلة. هنا ما هي الأضواء الأمامية للسيارة؟ وش هما الأضواء الأمامية للسيارة؟ وش كاين قدام؟ عندنا زوج أضواء التقاطع كود، وزوج أضواء الطريق فار، وزوج أضواء الغماز فو كلينيوطو، وأضواء الفيوز فيوز. سؤال 34: ما هي الأضواء الخلفية للسيارة؟ واش كاين الضوء خلف السيارة؟ واش هما الأضواء اللي كاينين؟ زوج أضواء التوقف ستوب، هذه كي نوضع على ستوب يشعل وحده. زوج أضواء الغماز كلينيوطو، وزوج أضواء الجمر كاتافور، وأضواء زوج حمراء، وواحد ضوء لوحة الترقيب. سؤال 35: عندما تكون رخصة السياقة جديدة ماذا تفعل؟ واش دير تكون عندك بيرميك جديد؟ أضع إشارة تحديد السرعة 80 كيلومتر في الساعة على الجهة اليسار لمدة 2 سنين. كاين اللي راه يديرها على اليمنى، لا هي خصها تجي على اليسرى من جهة كما نقولوا مور الشيفور. ستة وثلاثين: كم يوجد من مكبح في السيارة؟ شحال عندنا من فران في السيارة؟ يوجد 3 مكابح: المكبح اليدوي فرنامة، هذاك اللي نديرو اللي نطلعوه كيما، مكبح الرجل، ومكبح المحرك. ما هي المسافة الضوئية للأضواء الأمامية وأين نستعملها؟ أضواء الطريق فار يضيء على بعد 100 متر ويستعمل خارج المدينة، معناتها الفار يضوي على بعد 100 متر ونستعملوه خارج المدينة. أضواء التقابل كود يضيء على بعد 30 متر ويستعمل داخل المدينة عند تقاطع السيارات في الليل. عند تقاطع السيارات في الليل هذه كي تكون برا تكون مشعل الفار، كي تكروازيك لوطو هو يطفي الفار يشعل الكود وانت تشعل الكود كيف كيف.
عند مشي سيارة في الليل، عندما أريد تجاوز سيارة في الليل، كي تكون برا وباغي تدوبلي لوطو ما تدوبليش وانت داير فار، دير كود. أضواء الفيوز يرى على بعد 150 متر ويستعمل من غروب الشمس حتى الشروق، وفي مدينة فيها الإنارة كثيرة. أضواء الغماز كلينيوتو باينة هذه، يستعمل عند الدوران إلى اليمين أو اليسار. ما هي المسافة الضوئية للأضواء الخلفية وأين نستعملها؟ أضواء التوقف ستوب، ويستعمل عند الضغط على المكبح. الضوء ستوب كي توطى على المكبح يشعل ستوب وحده. أضواء الغماز ويستعمل عند الدوران إلى اليمين واليسار، قلناها هذه قبل. الكلينيوتو تاع لافو ولا لاريير، اللي في القدام ولا اللي في الرود غير كيف يستعمل عند الدوران إلى اليمين أو اليسار. أضواء حمراء يرى على بعد 150 متر. أضواء الجمر يعكس الضوء. ضوء لوحة الترقيم ويرى على بعد 20 متر. ما هي مسافة التوقف؟ هي المسافة من بداية الفرملة إلى التوقف النهائي. هادو قلناه قبيل، مسافة التوقف تساوي مسافة الكبح زائد مسافة رد الفعل. شفت مسافة الكبح عرفناها قبيل زائد مسافة رد الفعل. هنا كراكم تسجلوا معايا في ورقة باش من بعد تنجموا تريفيزيو غير من الورقة، ولا تبداو تعاودوا تردوا الفيديو هذا. ما هي المسافة الأمنية؟ هي المسافة التي تترك بين السيارة والسيارة وتحمي السائق من الاصطدام. معناتها تكون قدامي لوطو وانا راني موراه، نخلي واحد المسافة بينه وبينه باش ما نضربهش، وتعفيه من كل الحوادث حتى يتسنى له مراجعة سيارته. كيف يتم عبر مفترق الطرق؟ أخفض السرعة زعما أو خفض السرعة، التزم اليمين في حالة عدم الدوران إلى اليسار، احترم الإشارة، وفي حالة عدم وجود إشارة أطبق اليمين. انتظرونا في الدرس الجاي إن شاء الله نكمل لكم الأسئلة. سلام أخوتي.